الشيخ عبد الله رشدي لولا ان هو موجود يا جماعه كان زمان احنا كمسلمين الدين بتاعنا طعن بشكل كبير جدا من زمان. الشيخ عبد الله رشدي شفنا له مناظرات كتيره قوي مع ملحدين ومع كذا ومع كذا ومع نسويات ومع ناس طالعه بتخبط في الدين بتاعنا ومع ناس داخله بتخبط في القران وناس جايه تحرف في الاحاديث النبويه وفي السنه النبويه الشريفه. وجود الشيخ عبد الله رشدي على مدار السنين اللي فاتت دي كلها كنا بنشوف قد ايه ان هو جبل ما بيتهزش، بيطلع قدام اي حد بالحكمة والموعظة وبالكلام الجميل والكلام السلس وبالاحاديث وبالايات القرآنية وبالحجج القوية جدا اللي بيخلي الشخص اللي قدامه مش عارف يرد عليه تماما. فلو الراجل ده يا جماعة ما كانش موجود كان زمان ربعنا ألحد، وكان زمان الربع التاني معرفش بقى راح في سكة ايه، وكان زمان التلت التاني معرفش راح فين، وكان زماننا دلوقتي بقينا بنشك في حاجات كتير جدا في الدين بتاعنا، لان ناس كتير حرفيا انت ما تعرفش تعدهم على صوابع ايديك كانت بتطلع وتخبط في الدين بتاعك. لكن ربنا سخر البني ادم ده ان هو يطلع ويواجه الناس دي علشان انت تبقى قاعد في البيت مطمن وبتسمع كلام من راجل فاهم، من راجل متعلم. ولا نزكي على الله احدا، احنا بنحتسبه ان هو من الصالحين ولا نزكي على الله احدا. ايه الحكاية وايه الحدوتة وايه اللي مخليني ان انا داخل متحمس كده وان انا داخل بعلي صوتي كده؟ قبل اي حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، انت وذوقك انت وذوقك، لان الحدوتة والكلام دلوقتي والدنيا والعة اليومين اللي فاتوا دول قاعد في امان الله. لقيت ان الشيخ عبد الله رشدي وواحده طالعه كده اسمها امنيه حجازي وكلام كتير جدا حوالين الشيخ عبد الله رشدي وامنيه حجازي. انا واحد من الناس لا اخفيكم سرا، يعني بسم الله انا بشرب ايدي اليمين يا جماعه. لا اخفيكم سرا، انا واحد بحب الشيخ عبد الله رشدي جدا، ولكن في الفيديو ده هتكلم بمنطقيه وبحكمه وبعقل، مش هتكلم بحياديه. انا اهو بقول لك انا بحب الشيخ عبد الله رشدي جدا وبتابعه من زمان، وكلنا على فكره محدش فينا اعتقد ان هو بيكره الراجل ده، لان احنا بنتعلم منه كتير قوي، بنستفاد منه كتير قوي. المعلومه بتجيلك مبسطه، بتستفاد من المعلومه اللي هو بيقدمها لك. فانا على المستوى الشخصي بحب الراجل ده وبحب اتابعه وبحب استفاد منه. طيب، في اليومين اللي فاتوا طلعت واحدة اسمها أمنية حجازي، لا نعرف عنها أي حاجة ولا نسمع عنها أي حاجة ولا كنا أصلا نعرف مين أمنية حجازي في الحياة أصلا. طلعت بتقول إن الشيخ عبد الله رشدي جوزي، وكنت محتاجة منه إن هو يصدر حياتنا للسوشيال ميديا، لأن أنا جالي طعن في عرضي وشرفي إلى آخره، وانتوا كده كده متابعين القصة والرواية والحكاية والحدوتة من بدايتها. طيب، سؤال: الشيخ عبد الله رشدي اصلا حياته في السكرتة منه. انا واحد بتابعه من زمان، لا عمري عرفت اسم زوجته ولا عمري عرفت اسم ولاده، ولا عمري في حياتي شفته طالع بيقول انا النهارده اكلت ولادي كذا، ولا فسحت زوجتي الله يرحمها كذا في كذا، ولا انا جيت من مارينا، ولا طلعت ما اعرفش اسبانيا، ولا سافرت هنا، ولا جيت من. عمري في حياتي ما شفته منزل اي حاجه من هذا القبيل تمام. يعني هو واحد مركز في شغله من بدايته في السوشيال ميديا، ان هو طالع بيدعي داعية لله وبيطلع في المناظرات بتاعته، لحد وقتنا هذا مدخلش حياته الشخصية في السوشيال ميديا تماما نهائي. طيب، الكلام بيلف ويدور ان هو اتجوزها سر، تمام؟ طيب، سؤال: اولا انت متجوزاه على سنة الله ورسوله، صح، والصور تثبت ده. الصور اللي هي موجودة في قلب المستشفى وهي بتولد، ووجود الشيخ عبد الله رشدي موجود في المكان والناس حواليه ما شاء الله، فده دليل كبير جدا من قبل ما احنا كمان ندخل نبقى وسطيهم، ده دليل على ان هو فعلا متجوزك علن. طيب، معاك 4 شهود، مش معانا بس 4 شهود، ده عيلتنا وعيلته وجيراننا والمنطقة اللي احنا عايشين فيها 100% كلهم عارفين بالاشهار وكاتب كتابي ان انا اتجوزت من الشيخ عبد الله رشدي. ولكن الشيخ عبد الله رشدي من ضمن الشروط اللي هو حطها ان احنا حياتنا مش هتتعرض على السوشيال ميديا. ليه؟ لان الشيخ عبد الله رشدي عارف ان هو واخد او متجوز واحدة حياتها قبل كده كانت على السوشيال ميديا.
قبل ما امنيه حجازي دي تنتقب وتلبس اللبس الزي الشرعي ده، قبل كده كانت طالعه بشعرها وكانت بتطلع تتكلم في اغاني وبتاع. فهي واحده بيجري في عروقها وفي الدم بتاعها السوشيال ميديا والظهور على السوشيال ميديا، لدرجة ان هي بعد ما انتقبت بتطلع كتير جدا على السوشيال ميديا بالنقاب وتتكلم وتعمل ستوريز وبتاع. فهي واحدة الحياه بتاعتها كلها بتحب تعرضها على السوشيال ميديا. فكان من ضمن شروط الشيخ عبد الله رشدي، وانا شايف ان هو بالمناسبه اختياره كان غير موفق بالمره. وهنتكلم شويه دلوقتي على زوجته الله يرحمها رحمه واسعه ان شاء الله، يعني ربنا يرحمها يعني باذن الله. فهي واحده بتحب تعرض حياتها على السوشيال ميديا، فطالعه بتقول لك ان انا اتطعنت في عرض وشرفي ان كذا بنت بتدخل على الكومنتس وبتقول لي انت متجوزاه في السر، انت ليه هو مش معرضك في السوشيال ميديا ومعترف على السوشيال ميديا بيك ان انت متجوزاه و الى اخره. فاخدت بقى من هنا الكلمتين دول وراحت للشيخ عبد الله رشدي بتقول له انا عايزاك تطلع تقول بس ان انا زوجتك. اولا هيطلع يقول لي مين ان انت زوجته؟ ايه دخل الناس اللي على السوشيال ميديا ده بحياتكم؟ حمدي ووفاء في بداية حياتهم بادئين على السوشيال ميديا هو ومراته وولاده، ودلوقتي بقينا بنشوفهم بيحصل فيهم ايه. ربنا يهدي الجميع يا رب. هيطلع يقول لي مين على السوشيال ميديا ان انت زوجته؟ لا مؤاخذه يا جماعه في الكلمه، انا واحد متجوز مثلا وماشي ماشي في البلد، مش هقول بس ماشي في الشارع بتاعنا، انا ماشي في البلد اللي هو احنا ايه دايره كده في بعض بتاع 20 30 بيت و50 60 اسره قد كده، تمام. جاري يعرف ان انا متجوز، بس جاري ما يعرفش ان انا اتجوزت، ما يعرفش مين مراتي. فانا ممكن وانا ماشي مع مراتي كده في الشارع فيبص كده من تحت لتحت وبينه وبين نفسه يقول مين البت اللي هو ماشي معاها دي؟ ايه اللي جابها في المنطقه دي وبتاع؟ هيبدا ان هو يقول كده، لان هو لو واحد اهتم ان هو مثلا يعرف ان انا اتجوزت، مع اننا في نفس البلد، مع اننا في نفس الدايره، مع اننا في نفس المنطقه، ناس هتتكلم وناس هتعترض وناس هتقول ومعرفش ايه، وناس تانية الفئه اللي حواليا، الجروب اللي حواليا، اللي مراتي كل شويه هتبقى داخله البيت وخارجه من البيت بتاعي، اللي مراتي كل شويه هتبقى داخله الشارع وطالعه من الشارع، اللي مراتي كل شويه هبقى داخل بيها وطالع بيها، اللي مراتي كل شويه هتبقى تخلف واولادنا هيطلعوا في الشارع يلعبوا مع الاطفال ولا هيروح ولا يجي ولا المدارس. فطبيعي ان انا الاشهار بتاعي بيكون في الدايره بتاعتي، اهلي واهلها وجيراني وجيران جيراننا والحته المنطقه دي. انما مش شرط خالص ان اللي في اخر البلد يبقى عارف ان انا اتجوزت، مش شرط خالص ان اللي في اخر البلد يبقى عارف ان انا اتجوزت تماما. طب انا ليه بقى عايزه اصدر للناس على السوشيال ميديا ان انا اتجوزت قيمه علميه وقيمه وقامه وحاجه كبيره جدا في المجتمع اسمه عبد الله رشدي؟ انا مش فاهم ده بصراحه. طيب الناس اللي طالعه تنتقدك او الناس اللي طالعه تطعن فيك، مش انت معاكي شهاده بتثبت ان انت فعلا اتجوزت الراجل ده؟ معاكي عقود فعلا بتثبت ان الراجل ده انت اتجوزتيه على شهود، وجود شهود من اهلك واهله؟ طب انت عايزه الناس تقول عليك ايه تاني؟ انت عايزاه يطلع يقول لي مين تاني ان هي مراتي؟ معاك الشهاده بتاعت بنتك او ابنك اللي انتوا خلفتوه من فتره، معاك الشهاده اسمه كذا كذا نور، اعتقد نور عبد الله حاجه كده، محمد رشدي حاجه زي كده، حاجه تثبت ان هو ابنك، يعني في وجود دكاتره وفي وجود معرفش سجلات مدنيه وفي وجود اهل وفي وجود عقيقه اتعملت وجود ناس احتفلت و طب تمام، عايزين ايه تاني؟ لا بس مش كده كمان. الشيخ عبد الله رشدي في كومنتس من الكومنتات دخل وكتب ايه؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك والله العظيم الموضوع ده اصلا كان من زمان، بقاله سنه مثلا او معرفش بقاله قد ايه، كان من فتره يعني. وقالت لي اطلع اتكلم وانا رفضت، قلت ايه ما نكبر دماغنا. ما هو فعلا نكبر دماغنا يا جماعه، مش اي كلمه هتتقال نطلع نعلق عليها، مش اي احنا ما احناش فاضيين للناس اللي قاعده على السوشيال ميديا هدفها بس ان هي تدخل تهري وتخرف في اي كلام واي هري وخلاص. ما انا لو مشيت ورا كل كومنتس بتقال انا عن نفسي مش هخلص، ما نفض دماغي. انت ابوك عارف ان احنا متجوزين وامك واخواتك وما اعرفش ايه، فخلاص تمام. عايزين ايه تاني من المجتمع ان هو يعرف؟ انا بصراحه مش متفهم ايه الحكمه من اللي هي عايزه توصل له في النهايه. قال لك ان الموضوع ده من زمان. طيب بدأنا نفتحه تاني دلوقتي ليه؟ علشان نتحط تحت اسم الترند. وعجبني جدا ان في بداية اول يوم لما هي طلعت اتكلمت كنت بشوف عندها ناس كتير بالذات الستات داخله تنتقد الشيخ عبد الله رشدي وتقول ده فعلا الرجاله معرفش تيت والتربيت والشريط وربنا يكون في عونك واحنا كنا زيك في يوم من الايام، والناس من الظاهر بتاعها حاجه ولكن من الداخل بتاعها حاجه، تمام.
ولكن النهارده بتدخل تشوف نفس الناس وهي بتقول كده، بتدخل تنتقد امنيه حجازي. ليه بتدخل تنتقد امنيه حجازي؟ لان امنيه حجازي واخده الموضوع تسليه، واخده الموضوع ترند، واخده الموضوع ان هي تدخل تشير بوستات وتقول لك انا بقيت فيمينست، شفتوني وانا طالعه على التلفزيون ما اعرفش ايه، وواخده سكرين شوت مثلا والشيخ عبد الله رشدي جاي في تصدير نتائج البحث الاولى هو قبلها، فتقول لك لا انا عايز انا اكون رقم واحد وبتاع. يعني انت بتتكلمي اصلا في موضوع انت واخداه من اوله لاخره تسليه، والراجل الناحيه التانيه ما بيتكلمش خالص، وعاجبني جدا ثقته، وعاجبني جدا رزانته، وعاجبني جدا هدوءه، وده اللي معودنا عليه الشيخ عبد الله رشدي. ولا هو شاغل في دماغه خالص. ليه السوشيال ميديا بالنسبه لي مش حاجه. السوشيال ميديا بالنسبة لي شق من اتنين، ناس هتبقى مقدرة ومحترمة ولسانها نظيف، وناس الناحية التانية بتبوظ في علاقات وبتهد بيوت، وناس الناحية التانية قاعدة بس بتقرف في الناس على السوشيال ميديا وخلاص. فاحنا ليه اصلا نطلع للناس علشان نسمع منهم انتقادات وكلام سلبي؟ طيب هتكلم على جزئية كمان، زوجة الشيخ عبد الله رشدي الله يرحمه يعني، لان في فئه من الناس بتدخل تقول لك ايه، طيب الشيخ عبد الله رشدي حاطط صورته مع زوجته القديمه، طب اشمعنى زوجته القديمه وما بيهتمش بزوجته دي؟ والله بجد يعني هو الاهتمام هيبقى من صوره بروفايل؟ الاهتمام بالشخص بيكون من صورة بروفايل مثلا؟ لا، ما هوش كده خالص. طب امنيه حجازي بتقول لك طب هو كان بيمسك زوجته القديمه بيضربها وبيخليها تبكي ومعرفش ايه، مش عرفك هل انت كنت عايشه معاهم؟ طيب لو هو كان بيعمل كده مع زوجته القديمه، ليه ما عملش معاكي كده اللي انت اصلا بالنسبه له لسه عشره قد كده؟ انما هو الناحيه التانيه عشره سنين 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 سنين، يعني ناس عرفت طباع بعض وناس عاشرة ببعض. وزي ما طلع الشيخ عبد الله رشدي واتكلم في الفيديو اللي هو كان بعد وفاه زوجته الله يرحمها، ما كان زمانه ضربك، كان زمانه مد ايد عليكي، كان زمانه ان هو مثلا دلوقتي عمل معاكي نفس اللي كان بيحصل قبل كده، وكنت طلعتي قلت كده بلسانك، انما انت ما فيش عندك اي دليل خالص ياكد على الكلام اللي انت بتقوليه ده. الشيخ عبد الله رشدي، لان الناس بتطلع تقول ايه، اشمعنى هو مهتم بزوجته اللي توفت الله يرحمها وحاطط صورته معاها وبروفايل ومش بروفايل والكلام ده؟ سين سؤال يا جماعه، الناس اللي متابعه الشيخ عبد الله رشدي، سين سؤال، هل انت كنت تعرف زوجة الشيخ عبد الله رشدي قبل ما تتوفى؟ جاوب لي عليه، انزل تحت في الكومنتس جاوب لي عليه بكل صراحه. هل انت كنت تعرف زوجة الشيخ عبد الله رشدي قبل ما تتوفى؟ والله ما حصل. ده زكاة اولاد الشيخ عبد الله رشدي احنا ما نعرفهمش. انا عمري في حياتي ما شفت صورة لابن الشيخ عبد الله رشدي اللي هو مذكر عادي، اللي هو ذكر زينا زيه، واقع راجل عادي زي والده، راجل شاب او طفل مثلا، عمري ما شفته. ما اعرفش اسم ولاده ايه. يعني مثلا مشاهير تانيين على السوشيال ميديا طالعين بشعرهم وبتاع وما اعرفش ايه، تعرف تقول ابنه كذا وبنته كذا وبنته بتدرس في كذا ومراته كذا ومراته كانت كذا ومراته بتعمل كذا وهو كذا وعيلته كذا وفلان 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 ومراته حامل ومراته مش حامل، كانك عايش معاهم في المطبخ وكانك عايش معاهم في اوضه النوم. انما الشيخ عبد الله رشدي لا اعرف زوجته ولا اعرف ولاده ولا اعرف اي حاجه. اللهم ان لما زوجته الله يرحمها توفت، الشيخ عبد الله رشدي تكريما ليها ويعني تعزيزا ليها، تمام، ان هو طلع عمل فيديو اتكلم عن صفاتها الحسنه، صفاتها الجميله بين عشرتهم مع بعض. وفي وسط كلامه قالك ايه؟ قالك والله انا زوجتي عمرها ما كانت بتحب حاجه اسمها سوشيال ميديا. مراتي الله يرحمها كان كل حياتها على السوشيال ميديا انها بتتفرج على حاجه، يا اما انها بتاخد شير لحاجات مهمه او فيديوهات جميله او اي بوستات حاجه تشيرها عندها، انما هي تدخل تبقى مقضيه وقتها كله على السوشيال ميديا. هي ما كانتش اصلا بتحب حاجه اسمها سوشيال ميديا. فاحنا عرفنا زوجة الشيخ عبد الله رشدي الله يرحمها من لما توفت. لو كان الموضوع غير كده تماما ما كناش هنعرف عنها حاجه. هو بالظبط اللي الشيخ عبد الله رشدي عايزه، ان احنا حياتنا مش للعام، ان احنا حياتنا مش للعام، ان احنا حياتنا مش سوشيال ميديا. ولكن يا جماعه الطبع بيغلب على الواحد. هي في طبعها السوشيال ميديا وفي طبعها ان هي تطلع تتكلم وتطلع تقول وتطلع تعمل الاحداث اللي بتحصل معاها. ولكن انا صراحه لحد دلوقتي مش شايف اي منطق خالص بيقول احنا نطلع نتكلم على موضوع زي كده في ايه وليه.
لو انت شايف انت كمتابع للاحداث في منطق ان هي تطلع تقول كده، ان هي تطلع تنتقده كده، او ان هي تطلع تهاجمه بالشكل ده، قولهولي، يمكن انا مش واخد بالي. ولكن انا من وجهة نظري راجل اتجوزك على سنة الله ورسوله، راجل مش عايز حياته تظهر على السوشيال ميديا، راجل شايف ان انت حد قال عليكي كذا وكذا وكذا وطز مش فارق معايا، لان اهلي واهلك واخواتك واخواتي والدايره اللي حوالينا عارفين ان احنا متجوزين، فمش لازم ان احنا نطلع نقول على السوشيال ميديا ان احنا متجوزين خالص نهائي. اصلا ممكن يكون الاكونتات اللي بتقول كده اصلا اكونتات فيك مثلا، حتى لو هم ناس حقيقيين، حتى لو هم اشغل دماغي ليه؟ انت بس عايزه تاخد اللقطه ان هو يطلع يقول عنده ان انت زوجته، ان هي دي زوجتي، فانت بقى تاخد الشهره الكامله، تاخد الشهره الكبيره، الله انا بقيت خلاص معلنه رسميا ان انا زوجة الشيخ عبد الله رشدي وبتاع وما اعرفش ايه. دي نقطه. تاني نقطه، انت قلتي كده بالنص الواحد في اللقاء اللي انت عملتيه ان الشيخ عبد الله رشدي كان مطنش تماما الموضوع، وحقه ان هو يطنش الموضوع لان هو مش في دماغه اصلا، ما دام انت زوجتي ومعلن وكل ده، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. قلت كده بالنص الواحد ان انا علشان ابين للناس ان هو زوجي كنت بدخل عنده في الكومنتس بتاعته واعمل له قلوب كتير واقول له كلام حلو وبتاع، لان الناس كده عارفاني وعارفان ان انا منتقبه وملتزمه، مستحيل اقول كلام كده وخلاص فالناس تبقى عارفه ان انا بتكلم معاه بالشكل ده فيبقى انا مراته. وكنت منشن له في فيديوز او في بوستات معرفش ايه واقول له فيها كلام حلو وكلام حب وقلوب كتير وبتاع. فانتي عايزه تاخد اللقطه من الاخر، انت عايزه تاخد اللقطه على الشيخ عبد الله رشدي، ولكن الشيخ عبد الله رشدي كان غير موفق تماما بالاختيار بتاعه ده، ويمكن ربنا بيعلمه حاجه من التجربه دي ومن الخطوه دي وبس كده. فلو انت عندك اي اضافات في الموضوع، في تطور الموضوع، شايف ان انا وجهة نظري غلط وشايف ان انا مثلا كلامي غلط، قول لي في التعليقات. لو انت شايف الموضوع من منظور تاني فبرضه قول لي تحت في التعليقات، لان انا بصراحة الموضوع مضايقني نوعا ما، لان انا مش شايف مبرر. يعني لو انت عارف لو هو فعلا الشيخ عبد الله متجوزها في السر مثلا يعني، وهي طلعت عملت كده، فتمام احنا هنبقى في ظهرها وهنبقى لا غلط وكارثه وما ينفعش كده. ولكن كل حاجه بتثبت ان هم على سنه الله ورسوله، والناس عارفه، اهاليهم عارفين. فانا مش شايف ان في مشكله علشان نخلق مشكله، احنا خلقنا مشكله علشان الترند بس مش اكتر. بس كده يا جماعه، دي كانت حلقه النهارده. بس كده كان معاكم باشمهندس عبد الرحمن متولي، اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه اللي جايه. في امان الله، السلام عليكم.